السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة روائع الوصفات. أهلا وسهلا فيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله رح نعمل باونتي بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات ما في أبسط من هيك. إن شاء الله بمكونين فقط رح نعمل باونتي طيب وما بكلف إن شاء الله. خلينا نقول بسم الله ونبلش المقادير وطريقة التحضير. جبت 2 كوب من جوز الهند المبروش ناعم، وكوب من الحليب المكثف. إذا بتجيبيه جاهز أو إذا يعني معمول عندك، في عندي بالقناة طريقة. هي كوب من السكر البودرة مع كوب من الحليب مع معلقة زبدة ونص كوب من المي المغلية، نخلطهم كلهم مع بعض وبنحطهم بالثلاجة لحد ما يجمدوا، وبعدين بنبلش إن شاء الله نشتغل فيهم. حطيت جوز الهند وحطيت عليه الحليب المكثف، حطيت شوي شوي، ما بديره كله مع بعض قبل ما أعجنه وأشوف بده ياخد الكمية كلها ولا لا. إذا طلع معي متماسك، يعني وأنا بكور فيه طلع منيح، بتكون المقادير مظبوطة. طلع معك طري بتزيديه شوية جوز هند، طلع معك ناشف بتزيديه شوية حليب مكثف، ما بده أي صعوبة ولا أي شي يعني. فبدي أفرجيكي كيف لازم يكون معك عشان تطلع الكرات متماسكة ومنيحة. أول إشي بنحركه بالمعلقة عشان الحليب ما يلزق في إيدينا، بنخلي الحليب يتشرب والجوز الهند، بعدين بنبدأ إن نعمله بالإيد. لازم ندعكه مظبوط ونفوت الحليب بالجوز الهند منيح منيح، نضلنا ندعك فيه لحديت ما نحس إنه الكرات صارت يعني متماسكة معانا. زي ما انتوا شايفين لازم تضلك تعملي فيه مظبوط وتفوتي الحليب بجوز الهند منيح. لقيتيه زي ما حكيت لك ناشف بتحطي نتفة حليب مكثف، لقيتيه طري صار معك بتحطي عليه جوز هند. بس الأضبط إنك تحطي جوز الهند وتديري شوي شوي من الحليب المكثف لحديت ما تشوفي العجينة صارت عندك متماسكة ومنيحة. لازم لما تيجي تكوريها تتكور معاكي ما تتفتفت، هذه أهم إشي بإنك تعرفي إنها صارت منيحة معك وتماسكت. زي ما انتوا شايفين بعجن فيها مظبوط وبجرب، إذا تماسكت معي بتكون هيك مظبوطة، ما تماسكت برجع بعجن تاني مرة. ممكن تكون المقادير منيحة بس لسه الجوز الهند مش فايت فيه الحليب منيح، يعني صارت معي منيحة بس لسه بتفتت، بدي أعجنها كمان مرة وأجرب كمان مرة الكرة كيف صارت. زي ما انتوا شايفين لازم تعكيها منيح عشان جوز الهند والحليب يتجانسوا مع بعض. طريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله راح تعجبكم كتير، وكتير طعمها زاكي. بدي أكورهم طبعا هسه كلهم، قد ما تقدري تعملي الحجم نفسه عشان تطلع معك الكرات متناسقة ومنظرها حلو. بنكورهم كلهم زي ما انتوا شايفين، وبنصفطهم بصحن أو بصينية لحديت ما أخلص كل الكمية، وبدنا نحطهم بالتلاجة لحديت ما يجمدوا وإحنا نكون مدوبين الشوكولاتة. زي ما انتوا شايفين عملتها كلها وبدي أحطها بالتلاجة، وهيك كمان حطيت شوكولاتة بالميكروويف مدة تقريبا 30 ثانية، ولما دابت حركتها منيح. لازم نحركها عشان تتجانس معنا وما ترجع تدوب، بتضلك تحركي فيها لحديت ما تعطيكي الحرارة المناسبة. طبعا ما لازم تكون سخنة. وبعدين بنجيب جوز الهند وبنحطه بالشوكولاتة زي ما انتوا شايفين، وبنحطه على ورق زبدة وبنخليه ينشف. ممكن تخليه برا لأنه الدنيا هسه براد، ممكن تحطيه بالتلاجة. زي ما انتوا شايفين نشف معي أصلا وأنا بشتغل من كتر يعني ما هي الدنيا براد. ممكن تحطيه مش بعودة، تحطيه وتطلعيه بشوكة زي ما انت بتحبي، أو انت أسهل لك يعني. المهم هاي هي الطريقة، بتسقطيها بالشوكولاتة وبتغطيها وبترجعيها على ورق الزبدة وبتستني لحديت ما يجمد الشوكولاتة. بعدين إن شاء الله بدنا
نزينه تزيين حلو زي ما انتوا شايفين. ممكن انك تحطيه كله بالبولة وتحركيه وتطلعيه بالشوكة زي ما انت شايفة. كله سهل وبسيط وإن شاء الله رح يعجبك. طريقة سهلة وبسيطة وما بدها إشي، وبتعملي بكوبين من جوز الهند كمية كتير منيحة لأولادك ولضيوفك. وطعمه كتير زاكي. دوبت شوكولاتة برضو منيح وحطيتها بكيس الحلواني وخزقتها خزقة صغيرة، يعني ثقب صغير ما عشان تطلع معانا الخيوط زي ما انتوا شايفين. طلع منظرها كتير حلو. ممكن تزينيها بجوز هند، بس من حديت ما هي الشوكولاتة تكون زي هيك لسه دايبة ممكن تحط عليها جوز هند، بس إذا خليتيها زي هيك برضو كتير منيحة. شايفين ما أحلاها من جوا. وطعمها كتير روعة وتزيينها سهل وبسيط. زي ما انتوا شايفين حطيتها بورق الميني كب كيك وحطيتها بعلبة وحطيتها وغطيتها وحطيتها بالثلاجة. بتضل معاكي مدة طويلة بالثلاجة، ما بيصير فيها إشي. وقت ما يجي ضيف عندك أو بتحبي انت تاكلي منها ما راح يصير عليها إشي إن شاء الله. طريقة سهلة وبسيطة زي ما شفتوا. إن شاء الله وصفتي لهذا اليوم تعجبكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والشير، ويعطيكم ألف عافية.